السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رجعت وياكم بفيديو جديد، والفيديو مالتنا اليوم راح يكون عن السماعات الجديدة اللي هي بيتس ستوديو برو. طبعا هاي السماعات اليوم راح نسوي عليها انبوكسنج وريفيو، راح نفتح الباكس مالتها ونسوي مراجعة عليها واحكي لكم كل التفاصيل. طبعا هاي السماعة كانت بالي من زمان، يعني انه انا اخذها، لكن السبب كنت دائما اغير رأيي لانه يعني صراحة ما متعود البس هيك حجم من السماعات بداخل الجيم. يعني من يوم اللي بديت اتمرن بيه حديد ولحد هاي اللحظة دائما سماعاتي داخل الجيم تكون سماعات صغيرة، حتى يعني ما تضايقني داخل الجيم من خلال يعني تمارين مالتي او من الكارديو. فهيك احجام من السماعات ابد ملابس، وهاي راح تكون تجربة اولى الي، لذلك همين حبيت اسوي هذا، اسوي شير وياكم حتى خاف واحد يريد يعني يشتري هاي السماعة. راح تشوفون كل التفاصيل بهاي السماعة خلال هذا الفيديو، وهمين راح نسوي تجربتنا داخل الجيم، وهمين راح اقول لكم هل هي تستحق واحد يشتريها لو لا. وقبل كل شيء قبل ما نفتح الباكس، طبعا هاي السماعة انا ما اشتريتها، هاي جتيلي هدية وصراحة اجمل هدية، لذلك خلي نفتح الباكس مالته هسه، وبعدين احكي لكم كل التفاصيل وكل الشغلات اللي تحبون تسمعوها راح تشوفوها من خلال هذا الفيديو. خليكم وياي. وهسه وصلت وياكم، هسه راح نفتح الباكس مالته. طبعا كلش متحمس نفتح الباكس مالته، بس خلي هذا على صفحة، وهنا الشريط مالته. طبعا هذا الكيس مالته هنا مثل ما تشوفون، وهنا هاي الاوراق الدفتر مالتها. هذا كل موجود بالبوكس، لازم نخليه على صفحة. طبعا مثل ما تشوفون عندنا الكيبلز، وهي بعدين راح نجي نحكي عليها. وهنا عندنا السماعة، هذا الكيس مالتها مثل تشوفون، تطووها بهذا الشكل، وهنا تتحكمون بالقياس مالتها شلون ما انتم تفضلوها. خل اجرب اني، اعتقد خليت اني بالغلط، هذا الليفت الصحيح، هنا تكون الليفت وهنا الرايت. طبعا قاعدة فت، بس يمكن راح شوية نعاني بيها داخل الجيم، بس مثل ما قلت لكم ان شاء الله راح نجربها بعدين. بس هسه مثل ما شفتيكم عن تفاصيل هاي السماعة وشنو الشغلات الإيجابية بيها وشنو السلبية وكل هالأمور. طبعا وهمين راح نشوف هم سعرها بيش والبطارية وكل هالأمور. خليكم وياي. طبعا هسه وصلت وياكم، وهسه راح اتحدث عن السماعة. طبعا مثل ما قلت لكم بداية الفيديو انه هاي السماعة انا ما اشتريتها، جتيلي هدية. سعر هاي السماعة هو 349.99 سنت، يعني $350. هاي السماعة حاليا هي النسخة الأخيرة للبيتس اللي موجودة بالويب سايت مالتهم، ويعني ما تلقون الاستوديو 3، لأنه قبل هاي النسخة اكو استوديو 3 هذيك بعد ما تلقون معها، بس راح تلقون هاي البرو. فبالويب سايت مالتهم موجودة بس هاي، وهمين بالابل، يعني ويب سايت مال ابل اثنيناتهم ذولا موجودات.
واسعارهم وسعرها مثل ما قلت لكم $350. بس اللي مثلا يحب يشتري فد شيء ارخص، شو احنا نقول على قد فلوسه، تقدرون تاخذون سولو 4. هذيك سعرها $200 وهاي سعرها 350. طبعا بالنسبة للسعر السماعات هاي ترى مو اغلى سماعة، يعني اكو اغلى من عندها مثل الايربودز ماكس مال ابل، هاي مال شركة بيتس، هذيك مال ابل خاصة بيهم، هذيك سعرها 549، هاي سعرها 350. والسولو 4 سعرها $200. لكن بس فد شغلة اقول لكم اياها، ما اعرف باقي الدول او انتو المكان اللي عايشين بيه، لكن بس للناس اللي عايشين بامريكا هاي حاليا هسه مسوين عليها سيل يعني، وذيك اللوخ همين السولو 4 ثاني مسوين عليهم سيلات، هاي تقدرون تلقوها $200 و $150. السولو 4 نزلت لحد $100. يعني اللي عايش بامريكا يريد يشتري هاي السماعة يروح هسه يشتريها لان مسوين عليها سيل، لان بعدين ترى ترجع سعرها العادي اللي هو 350، والسولو هم ترجع تصير $200. فاذا تريدون تشتروها روحوا هسه اخذوها. باقي الدول صراحة ما اعرف شنو هناك الوضع عندكم. بالنسبة ل هاي السماعة سعرها يعني اشوفه، ما اقدر اقول لكم هسه، ما اقدر احكم، بس ان شاء الله بعدين احكم من اروح اجربها بالجيم هاي راح اقول لكم اذا هي فعلا تستحق 350 ولا لا. وهاي السماعة يعني ما اعرف اذا هي كانت هم مناسبة للجيم ولا لا، راح اقول لكم فد شغلة عنها. طبعا هاي السماعة نتكلم هسه عن البطاريات مالتها وش قد تنطيكم المدة الاستماع. هاي تقدرون تسمعون بيها 40 ساعة، يعني تقريبا اذا واحد مثلا ثاني يستخدمها بس للجيم، اذا استخدمها ساعة ونص باليوم يعني يمكن كل 4-5 ايام اشحنها مرة واحدة، لانه تطيلي 40 ساعة. وكفت شغلة بيها كلش حلوة، في حال مثلا اني شحنتها واجيت يوم اني مثلا اريد اطلع مستعجل بس هي حيخلص الشحن مالتها، اقدر اخليها بس 10 دقائق تنطيلي 4 ساعات، وهذا فد شي حلو. يعني خاف تكون يعني حتى اكون مستعجل بس 10 دقائق من وقتي خليها على الشحن تنطيلي 4 ساعات، وهذا شي حلو بيها. هاي بالنسبة للبطاريات تنطيك 40 ساعة، واذا شحنتها 10 دقائق تنطيك 4 ساعات. الشغلة الحلوة بيها همين انه هي نويز كانسليشن، اللي هي تعزل لك الضوضاء تماما. في حال مثلا هسه انا راح استخدمها للجيم، يعني مثلا واحد يجيب دامبلز او اصوات مكاين ولا وحدة ما راح اسمع، وهذا الشيء حلو. او واحد انا دائما بالجيم يعجبني اخلي سماعات وما احكي ويا اي واحد، واريد بس يعني اكون بعالمي اني، فهاي تفيد يعني بحيث ما تسمع اي شيء داير ما دايرك. وهمين في حال تروحون مثلا تسوون رياضة برا او تمشون تسمعون اغاني ما تسمعون اصوات سيارات، وهذا همين شيء حلو. يعني نقول الضوضاء بصورة عامة ما راح تسمعوها بهاي السماعة. وهسه الشغلة اللي احكي لكم عليها اللي هي الوارنتي مالتها، هاي بيها ضمان سنة كاملة. انا طبعا قايلها بالفيديو مال سويت عليه ريفيو مال بيتس فيت برو، هذيك طبعا هم كان عندي قبلها سماعة عطلت رجعتها لهم، هم ينطون بيها بس سنة كاملة، يعني ينطون سنة ضمان، اذا عطلت او صار بيها فد شي ترجعها لهم وهم يدزوا لك ياها، او اذا بيها في حال مثلا البطارية مالتها بيها شي او كسر او هاي هم يسووا لك اياها. اعتقد كسر لا ماكو، لا كسر ولا اي شخطات او فد شي، بس في حال مثلا توقفت يعني ما قامت تشتغل بعد تقدر ترجعها لهم وينطوك بيها ضمان سنة كاملة. هاي بالنسبة للضمان. الوارنتي مالتها مثل ما قلت لكم ارجع واكرر، المكان اللي انت عايش بيه شلون ماشي يمكم الوضع ما اعرف، يعني عندكم هيك هم وارنتي تقدر ترجعها لهم؟ لا انا هذا الشيء ما اعرفه، بس انا يم هنا بامريكا دائما من يصير شغلات ارجعها لهم بالباكس اذبها بالبريد ويرجعوا لي اياها بعدين.
وحتى من يكون بيها مشكلة يكتبوا لي اياها بالورقة انه شنو كانت المشكلة بداخلها وهم صلحوها، وهذا فشي حلو. هذا بالنسبة للوارنتي مالته، الضمان مالته. هسه راح انتقل وياكم، راح احكيكم الايجابيات مالته وين تستخدموها وشنو السلبيات. طبعا هي ما بيها الجد سلبيات. بالنسبة للايجابية مالته مثل ما حكينا انه هي نويز كانسليشن، وساعات طويلة 40 ساعة، هذا حلو، وتغطي لك الاذن كلها بحيث ما تسمع اي ضوضاء داير مدايرك، وهذا فد شي حلو يعني. استخدام هاي السماعة مثل ما قلت لكم بالنسبة لي اني سويتها بس للجيم. بس هي هاي مو بس للجيم، هاي تفيد مثلا تريد تقرأ لك فد كتاب، تريد تسمع الاغاني، مثلا تخلي اغاني هادئة وتقرأ، تفيد هيك شغلات. في حال سويت مثلا تفيد الميكروفون، مثل شلون هيك هسه هذا هنا تسوي بودكاست او فد شغله تفيد. ايضا تفيد للجيمنج، اذا انت من محبين الالعاب وتلعب هوايه بلاي ستيشن وهالسوالف، هم تفيد، لان هذا الكيبل مالته هنا تفيد هيك شغلات. فبس اني مثل ما قلت لكم بالنسبه لي حسويها بس للجيم، يعني هي بس راح تكون للجيم. ممكن استخدمها باكر عقب اذا اريد استخدم الميكروفون او انا ما العب هالقد يعني العاب بالبلاي ستيشن هاي، بس اكثر شيء راح تكون للجيم. وهم تفيد مثلا تروحون سفره بالطياره كلش حلوه تفيد همين حتى ما تسمعون كل شيء. هذا بالنسبه للايجابيات مالتها وين تستخدموها. السلبيات مالتها ارجع واقول لكم سلبيات مثلا بالجيم راح نجرب بعدين بدنا نروح للجيم واجربها وارجع اقول لكم شلونها. لكن اكو فد شغله بيها اني متخوف من عندها وهمين هي ما تفيد صراحه. ليش هي هاي اصلا السماعات مو للجيم؟ لانه هي مو ضد التعرق والماء. بمعنى انه هاي السماعات لو انت من الاشخاص، وانا طبعا هيجي، اذا كنت من الاشخاص اللي تتعرق هوايه، ما اشوف هاي السماعه تفيد للجيم. يعني هسه اني مثلا من اروح للجيم مرات اتعرق من اشيل حديد، بس اكثر شيء اتعرق وكانه عبالك واحد دخلني بالمسبح وطلعني. من اسوي كارديو، يعني من تجي تسوي كارديو تعرق هوايه ما تفيد، لان هذا يمكن الاطار مالته اللي هو من جلد حتقشر كله فما راح تفيد. او ممكن تدخل مي بنصها، تعرق يدخل بنصها ويمكن ما تشتغل بعد، او يتغير صوتها، ما اعرف شنو راح يصير. بس انا ما مجربها قلت لكم، بس هي ما تفيد للتعرق او للماء، لان هي مو ضد هذا الشيء فما راح تفيد. وانا قلت لكم راح اخليها للجيم اجربها. فهي هاي السلبيه اللي بيها انه هي مو وار ريزيستنس، هي هاي المشكله. هم لازم كانوا يعني اتمنى يعني بالمستقبل بيت تسوي وتصنع هيك شيء، انه تصنع فد شيء يكون ضد الماء وضد التعرق، حتى يعني مستخدمين هذا المنتج يكون يعني يحبوها اكثر ويقبلون على انه شراء هذا المنتج. بس مال اني اشوفه بانه لا، بس هي هاي السلبيه اللي بيها انه هي مو ضد التعرق وما اعرف يعني صراحه انتوا وين راح تستخدموها، بس اني بالنسبه لي راح تكون بس للجيم. فهو هذا بس السلبيه اللي بيها، اما غير شغلات لا يعني. مثل ما شفتوا قدامكم هذا اللفت من هنا حاليا انا خليته هيجي، ما عندي اي مشكله بها مثل ما تشوفون. بس بقت نروح ونجربها داخل الجيم ونشوف شلون راح تكون. بالنسبة للتمارين تدرون بعض التمارين يعني مثلا تمرين الاكتاف اللي مثلا تشيل دامبلز هيجي، ممكن تطخ شوية بالدامبلز، ممكن تيجي تسوي كارديو تركض وتوقع. كل هاي راح نجربها وراح تشوفوها من خلال هذا الفيديو. فهسه مثل ما شفتوا فتحنا كل شيء، وما اريد صراحة انسى شغلة، خلي بس اذكركم بالنسبة للشاحن. هنا هذا الشاحن مالتها
هذا هنا طبعا هذا الشاحن مالتها يرهم بس على نفس الايفون، نفس الكيبل مال الايفون الجديد الايفون 16 اللي انا جاي اصور بيه، هذا يرهم على الموبايل مالتي ويرهم على الشاحنه مالتي اللي هسه راح اجيب لكم اياها. طبعا هاي هنا مثل ما تشوفوها ترهم هنا وتخلوها، وهنا الشحن بهذا الشكل وتخلوها، والكيبل هم مالته طويل يعني تقدرون تاخذون راحتكم وتشحنوها باي كيبل. عكس هاي البيس فيت برو اللي مسوي عليه اني ريفيو، تقدرون تدخلون على قناتي وتشوفوها. هاي هنا الكيبل مالتها كلش صغير يعني مو طويل كلش. هاي بالنسبة للشحن. وهذا مثل ما تعرفون هذا الكيبل يستخدم مثلا هنا البودكاست، عندكم مثلا بودكاست او فد شغلة معينة تستخدموها الميكروفون، وهم تستخدموها الجيمنج، او اذا موبايلاتكم ترهم على هيجي كيبل. طبعا هاي كلها التفاصيل مالتها. وهسه مثل ما شفتوا ما اعتقد ناسي شي. هسه خليكم وياي وخلي نجربها ونشوف شلون راح تكون للجيم، هل هي مناسبة للجيم او لا، وهمين هل هي تستحق $350 لو لا. خليكم وياي. طبعا هسه مثل ما تشوفون انا خليته على الشحن. طبعا هاي هنا اللايتات الخمسة يعني هاي جاي تشحن، خمستهم يصيرون لون ابيض يعني خلصت شحن. طبعا هي بيها 80%، انا قلت خلي تشحن حتى تقبض تصير يعني 100%. وكفت شغلة حتى ما انساها، هاي مثل ما تشوفون هنا الجهة اليسرى هنا تتحكمون بالصوت. الجو هاي هنا تنصون الصوت، والفوق تعلون الصوت. والزر هذا اللي بالنص هنا اذا مثلا عندكم مكالمة حتى تردون عليها دوسوها مرة واحدة. نفس الشي ويا الاغاني، اذا توقفون او شغلون الاغنية دوسوها مرة واحدة، واذا تقلبون الاغنية دوسوها مرتين بهالطريقة حتى تتغير وتروح على غير اغنية. طبعا مثل ما تشوفون هسه قاعد تشحن، خلي تكمل شحن وان شاء الله بعدين نروح للجيم. خليكم وياي. الفقرة الأخيرة، والفقرة الأخيرة هي راح أتحدث بها عن أهم 4 شغلات بهاي السماعة بعد ما جربتها هسه ورحت للجيم. طبعا الشغلة الأولى راح أتحدث بها هي عن الصوت، جودة الصوت مالته كلش حلو، وصراحة يعني جربت بيها هواية أغاني، الصوت مالته ممتاز، وماكو هالقد اختلاف بينها وبين الفيت برو السماعات الصغار، يعني مو اختلاف صراحة كبير، يعني فتشي بسيط. بس الصوت مالتها طبعا اكيد يمكن شوية جودة اقوى من الفيت برو، بس مو هو يعني مو نسبة كبيرة، فبس الصوت مالته كلش حلو. الشغلة الثانية اللي هي النويز كانسليشن اللي هي عزل الضوضاء.
العزل الضوضاء مالته كلش ممتاز، ما تسمعون اي شيء، يعني تصير انفجارات زلازل تنقلب الدنيا برا وجوا، ما تسمعون اي شيء. واحد بدامبلز، واحد ايش اسمه يضرب ماكينه او يسوي فد شغله، ما تسمعون اي صوت. يعني العزل الضوضاء مالته كلش حلو وممتاز وماكو اي مشكله. الشغله الثالثه راح اتحدث بيها اللي هي ثبات هاي السماعه بالراس. طبعا الثبات مالتها كلش حلو، بس مثل ما قلت لكم لانه تجربه اولى الي حسيته فد شيء غريب صراحه، يعني لانه اول مره. يمكن الاشخاص اللي متعودين يستخدمون هي السماعات اعتقد راح يحبوها اكثر وراح يعني ترهم وياهم، بس لانه انا شفتها فد شيء غريب، وبالاخص يعني اول بدايه من خليتها احس عباك راح توقع، بس بعدين متمرنت وشويه شويه بديت ما احس بيها هي باذني. ف الثباتيه مالتها كلش حلوه، ومثل ما شفتوا بالفيديو اني اختاريت فد كم تمرين حتى يعني شوف شلون راح يعني راح توقع او راح تروح منا ومنا وفد شيء تتحرك من راسي. ابد ما تحركت، وصراحه ما سببت لي اي ازعاج، والثباتيه مالتها كلش حلوه ومريحه بالجيم، يعني ماكو اي ازعاج بالنسبه لهاي السماعه. راح اتحدث عن الشغله الاخيره بالنسبه لهاي السماعه. مثل ما قلت لكم طبعا هاي السماعه مو ضد التعرق او ضد الماء، لذلك مثل ما شفتوا بالفيديو ورا ما خلصت التمرين نزعتها ومسحتها. لانه هاي السماعه دائما حاولوا اذا تشتروها حاولوا دائما تعتنون بيها وتمسحوها ورا ما تخلصون التمرين، لانه هنا يصير التعرق كله وهذا مو زين، لانه بمرور الوقت هذا الجلد كله راح يتقشر. فيعني سماعه جديده حرامات واحد يعني هيك يسوي بيها، فدائما اعتنوا بيها. اني صراحه يعني ما اعرف ليش شركه بيتس ما خاله وصلت قماش صغيره خليها بالكيس. تعرفون يعني واحد هسه من يكون عنده نظارات المناظر تكون مثلا يكون وياها وصله قماش صغيره يمسحها حتى يعتني بالمناظر وهمين ينظفها. شو اتمنى يكونون خالين هيك شيء بداخل الكيس حتى واحد يعتني بهاي السماعه ورا ما يخلص تمرين دائما يمسحها، لانه هي هواي يصير بيها فينجر برنت، الطبع اصابع هواي يصير بيها، هواي يصير التعرق يعني هواي يعني تصير بحيث منظرها شوف فهذا الحالة صراحة الشيء المحلو بيها يعني. اتمنى يكونوا خالين هي شيء حتى واحد دائما يعتني بيها ويمسحها. انتم هم تقدرون تختارون تسوي لكم وصلة صغيرة هيجي وصلة قماش حتى دائما تستخدموها بس لهاي السماعة. فبالنسبة للتعرق اني ما انصحكم انه هاي تكون للجيم. طبعا اني هنا عندي الفيت برو هاي اللي انا دائما استخدمها بالجيم. هسه حاليا قلت هاي خليها للشغل وهاي اسويها للجيم، بس يمكن اغير بيناتهم، يجوز هاي اخليها للشغل ومن اروح مثلا اسوي كارديو، لانه هاي ضد الماء وضد التعرق فاقدر استخدمها، وهاي اقدر ابقيها مثلا عندي تمارين خفيفة او اريد اسمع هنا بالبيت شوية موسيقى من اقعد اقرأ، او مثلا مثل ما قلت لكم استخدمها بغير شغلات. فبالنسبة للتعرق هاي اني ما انصحكم بيها انه انتو تستخدموها للجيم، بس بغير شغلات يتحدثت بيها بداية الفيديو اي نعم تفيد وكلش حلوة. فصراحة هذا الهيدفونز انطيكم رأيي بيه، ما يستحق هذا المبلغ كله، يعني ما يستحق هذا السعر $350. يمكن 150 200 معقولة، بس 350 لا ما اعتقد. يعني ما غير انه هي تشوفون هنا مثل ما قلت لكم يصير بيها طابع اصابع، الجلد مالته هنا مو يعني القوي، ممكن كله يعني يبدي يتقشر. هنا تشوفون الازرار مالتها كلها يطلع صوت، فيعني ما اعرف هاي شوفوا
ما اشوفها يعني هي تستحق 350. بس يعني الامانه صراحه يعني بالنسبه للصوت والغير امور، الثباتيه بالراس حكينا عليه النويز كانسليشن ممتازه، واقدر انطيها يعني 10 من 10. بس بغير شغلات لا، فيعني بس ما اشوف يعني تستحق 350. والامر بعد بقى لكم، تحبون تشتروها لا. اني يعني خلص قلت لكم راح استخدمها للجيم، ويمكن هم لبعض الشغلات. حتى لا انسى اي شغله بعد. ما اعرف والله اذا اكو بعد فشي ناسي. انتو همين عندكم سؤال، عندكم استفسار، كتبوا لي بالتعليق وان شاء الله انا ارد عليكم، لانه يمكن اكون ناسي غير شغلات. بالنسبه هاي السماعه تيجي وياها يمكن 4 أو 5 الوان، بس الاربع الوان انا اعرفهم اللي هي اسود وابيض وازرق وبني. اعتقد بعد اكو لون الاخ يمكن 5 الوان، بس هذول الالوان انا اعرفها. يعني اعتقد البلو شويه حلوه احلى من البلاك، بس انا لانه يعني البلاك انا احب البلاك، اللون المفضل عندي هو الاسود. ومثل ما شفتوا يعني ترهم من تلبس لك مثلا لبسه سوداء، مثلا بلوز اسود او قميص او فشي، ترهم وياه هيك سماعات. ف هذا كل اللي قلت لكم اياه، وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو واستفاديتوا منه. ومثل ما قلت لكم اي سؤال عندكم او استفسار كتبوا لي بالتعليق، وان شاء الله انا ارد عليكم. اتمنى هذا الفيديو عجبكم، ولا تنسون سوي لايك للفيديو وسوي شير، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديدة. تحياتي لكم، سلام.